السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده، اموركم مزيانه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي نهار جديد وروتين جديد. اليوم ان شاء الله بديت معكم الروتين ديالي من الصباح. بغيت نشارك معكم نهاري ولا صباحي كي دوزتو في داري. روتين بسيط ديال الناس الدراويش، غنشاركو معكم بلا زواق بلا نفاق بلا حتى حاجه، حياتي العاديه ديال الناس الدراويش اللي على قد الحال. كما كتشوفوا في الصباح البنات، اول حاجه صراحه اليوم عندي العجينه ما عجنتش، وقلت علاش لا ما نخملش هاد الصوالين هذا هنا في تنجلسوا كيلعبوا الوليدات وكل شيء. صراحه كله كيما عندي السرجم على الزنقه، كل هاد الدار تتولي لي الغبابه، كتخلي الغبره شويه للدار. وكنت حيد داك التلامطه صبنتهم كما قلت لكم، التلامطه ما صبنتهم، ولكن كنت صبنتهم بنهار قبل. صراحه ما كنجمعش انا عليا الشغل بزاف، ما كنجبدش الروينه كامله باش ما كنعياش، وكل حاجه كنعطيها حقها. بحال دابا اليوم كان عندي التصبين والتخمال والاخر، غندير غير داك نص جمعه. ما غنديرش داك التخميل ديال القلب، فهمتوني؟ ايوا هادشي اللي كاين البنات. كما شفتوا راني سيقت ونشفت الدنيا بالجفاف وسيقتها بتيدو جافي. صراحه عاد كتحسي بواحد الراحه. وهنا درت هاد الطليمطات ردهم لبلاصتهم، وان شاء الله من غنسالي نشارك معكم واحد الكيكه بالفينو اللي كتجي زوينه بزاف بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله نكونوا كنحمسوا بعضياتنا ونكون كنفيدكم ولو بالقليل القليل كما كنقول لكم، ونشجعوا بعضياتنا. وهادشي اللي كاين الخوت. كنتمنى ان شاء الله الفيديوهات ديالي يكونوا كيفيدوكم. وهذا مكان البنات. هنا كما كتشوفوا راني كنلمط هاد السديدرات. صراحه طلمت اللون ديالهم مفتوح دغيا كيتوسخوا لي البنات. ما خديت لهم، كنت ما واخده لهمش داك اللحيفات الفوقانيين اللي كنديرهم من الفوق، ما واخداهم لهمش. وراك عارفين مع الوليدات اكثريتي يجلسوا هنايا. اصلا عندي غير هاد الصاله، ما عنديش زعما الصالون ديال الضياف وهاد البيت الكلاس. كما قلت لكم البنات، عندي غير هاد الصاله هادي فيها تنجلسوا فيها كان يجيو الضياف هكا كيجلسوا فيها. عندي ديك صالامونجي دايرها في وسط الدار. هذيك صالامونجي البنات اللي عندي في وسط الدار فيها تناكلو تنفطروا وتنتغداو. اكثريه العشاء والكوتي كنديروه هنا في الصالون. اكثريه هنا تنجلسوا نديروا الكوتي. وهنا البنات من بعد ما كملت، هذا هو الشكل النهائي. كتحسي البنات بواحد الراحه، واحد الراحه ما نقول لكمش عليها، راكم من طبيعه الحال مجربينها. هنا ان شاء الله ندوز نكمل جمعه خفيفه. هنا الزربيه ما غاديش نهز لان هذيك خفيفه في تقريبا يوميا كنهزها، يعني راه خفيفه من تحت منها والو. غندوز ان شاء الله نسيق شي تسيقه خفيفه ان شاء الله، وندوز باش نحضر معكم كما قلت لكم واحد الكيكه بالفينو. هنا بالنسبه لواحد البنت اللي خلات لي واحد التعليق، وتعاليقها صراحه زوينين بزاف وكتعجبني، كنشكرها بزاف على التعاليق ديالها زوينين اللي تيحفزوني الصراحه. وطلبت مني باش نشارك معها اليوميات ديالي يوميا. انا هنا كنقول انا بديت معك من اليوم ان شاء الله، كنتمنى ان شاء الله نكون كنفيدك، ونتمنى نفيد البنات ان شاء الله كاملين هنايا باش نفيدوا بعضياتنا. روتينات اللي يكونوا محفزين مؤدبين محترمين، اللي يقدر يشوفهم بنادم كل شيء زعما يقدر يشوفهم. راه حنايا غير ناس دراويش وعلى قد الحال. كنتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا، كنقول لها انا نبدا معاك ان شاء الله من اليوم. يوميا كنتمنى ان شاء الله يقدرني الله باش نحط فيديو يوميا، كل نهار نحط فيديو. هنا البنات انا قربت نسالي، راني دوزت دويزه خفيفه على الحمام لانني الحمام كما قلت لكم ما كنجمعش الشغل عليا. نهار ديال الحمام، نهار الحكان ديال الحمام، الحكان ديال القلب، ما كيكونش عندي الجميع الداخل، ما كتكونش عندي الروينه. المهم بنات هنا راني ساليت، هذه هي الدويره ديالي، وغادي نبدا معكم ان شاء الله الكيكه بالفينو. وهنا المكونات ديال الكيكه اللي غادي نحتاج لهم: بيضه، كاس ديال العصير ديال البرتقال، كاس الا ربع الكل من الزيت والسكر سنيده، عندي فانيل تنسيم وخماره، عندي 2 كيسان ديال الفينو. دائما القياس ديال الكيسان القياس اللي عبرت بهم العبارات كاملين. عندي هنا هذا هو المول اللي غادي ندير فيه الكيكه ديالي. ونبدا بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنبدا بالبيضه. ندير البيضه هي الاولى، غنضيف عليها شاصي ديال الفاني. وهنا يمكن لكم تنسموا بقشور ديال البرتقال، ويمكن لما كانش متوفر البرتقال ديروا كاس ديال الحليب ولا كاس ديال اليوغورت ديال الفاني. هنا ضفت المكونات، ضفت سكر سنيده وكذلك الزيت وكذلك عصير ديال البرتقال. ونبدا نطرب الكل على هذا الشكل هذا، يعني كيكه اللي كتوجد في واحد الوقت اللي قياسي وكتجي زوينه بزاف، كتجي خفيفه.
من بعد ما كنضرب المكونات كاملين كنضيف داك 2 كيسان بقياس دائما عبار كاس ديال العنبه وشاصي ديال الخميره الكيماويه. وهنا كاضافه فقط، انا هنا كيعجبني الذوق ديال الكوك، زدت 2 معالق ديال الكوك. هنا هادو اختياريين، يمكن لكم تزيدوهم يمكن لكم تستغناو عليهم تماما. الا كان عندكم الفواكه الجافه يمكن لكم تضيفوا بحال دابا الزبيب ولا التمر تقطعهم قطع صغيره، ولا الكركاع ولا اللي متوفر عندكم. انا كنخلطهم وكنديرهم في اناء اللي غادي يدخل الفران. وهنا الفران راه بارد، راني ما مسخناش. الفران بارد، ندخل الكيكه ديالي نشعل عليها النار اللي كتكون متوسطه حتى تشموا الريحه ديالها تبان تحمرت من التحت، وعاد نشعلوا عليها من الفوق تاخذ اللون. عاد ان شاء الله نخرجوها. من نخرجوها البنات انا بغيت نسقيها بهذا السيرو، كيبقى اختياري. راه سبق لي حضرته معكم بالحامض. السيرو هنا درت قشره ديال البرتقاله اللي عصرت النيت، وكاس ديال الماء، ونص كاس ديال سكر سنيده. كنديرها فوق النار وكنخليها تقريبا 5 ديال الدقائق حتى كتبان السيرو ديالنا راه وجد. عاد كنطفيو عليه. ملي كنخرجوا الكيكه ديالنا من الفران هذا هو الشكل ديالها كي كتجي. صراحه كتجي زوينه بزاف. وهذا هو السيرو ديالنا من بعد ما وجد كنسقيو به ولا كندهنوا به بحال كيجي ثقيل شويه، ما كيجيش خفيف، كيجي ثقيل. وصراحه كيعزز داك الذوق كما قلت لكم ديال البرتقال، يعني قشور ديال البرتقاله وحيده اللي شاركن اللي عصرتها في الكيكه، هي النيت اللي كنديرها الطيب. هنا راه دهنت بها الكيكه ديالي وكنرش الكوك. الزين دائما كيبقى اختياري حسب اللي متوفر وحسب اللي موجود عندكم. ولا صراحه انا كيعجبني الكوك، كيعجبني المذاق ديال الكوك بزاف صراحه. ما فهمتش واش غير انا صراحه بحال كيفكرني بالطفوله، ما عرفتش علاش. كيعجبني بزاف الذوق ديال الكوك، كيجي زوين بزاف. وهذه هي الكيكه ديالي كتجي زوينه صراحه البنات. انا شويه تحمرات لي، خدات اللون بزاف من التحت، ماشي تحرقات ولكن تحمرات بزاف من التحت. صراحه ما جاش داك الذوق ديالها مر، ولكن داك الهشاشه ديالها وداك الطيبه ديال البرتقال راه نساتنا داك التحميره اللي من التحت. انا قطعت معكم قطعه، هذا هو اللون ديال من التحت كما شفتوا البنات. انا راه تحمرات بزاف من التحت، ولكن راه كتجي زوينه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها لان انا اكيده غادي تعجبكم. وهذا هو البنات الصباحي. انا الصباح راني قضيت فيه كل شيء، درت فيه هذه الكيكه ديال الكوتي وحضرت الغداء ديالي اللي بسيط غنشاركو معكم ان شاء الله في نهايه الفيديو. وكانت عندي الخبز ما كنتش عاجنه، وخملت الدويره ديالي. والعشيه ديالي راه بقات لي خاويه، نخرج فيها نتهلا فيها فراسي في العشيه، نشوف شنو ندير فيها، نطوي حويجاتي. بزاف د الحوايج نقدر ندير فيها. وهنا هو الكيكه كما كتشوفوا راه جات رطبه بزاف بزاف بزاف. كنتمنى البنات، كنتمنى من كل قلبي ان القناه ديالي اللي عجبتكم، كنتمنى ان شاء الله تشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله باذن الله. وهنا البنات هذه الغديوه ديالي، هنا قليت فليفله وقليت كذلك الدنجال ودرت شلاضه المغربيه بصله ومطيشه، وكذلك درت اللوبيا. هذه هي الغديوه ديالي بسيطه، كنتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا. واللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا ربي. وكنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو الجاي ان شاء الله يا ربي. وهنا راه البنات بنتي راه كتعاوني كتحط معايا في الطبله، يلا جات من المدرسه، ايوا راه فيها الجوع. باش تغدى ان شاء الله. وهذه هي اللوبيا ديالي، وهذا هو نهار صباحي ماشي نهاري. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.